زريوح، سعيد إجاسي ومحمد نصيري. في الساعة 12 من زوال اليوم أطلق عنصر من الجيش الجزائري 3 عيارات على 10 مدنيين مغاربة على مستوى الشريط الحدودي لدوار ولاد صالح التابع للجماعة القروية بن خالد الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق مدينة وجدة. وقد أصيب خلال هذا الحادث المواطن المغربي الصالحي رزق الله 28 سنة متزوج وأب لطفل واحد بجروح بليغة على مستوى الوجه، وتم نقله إلى مستشفى الفارابي بوجدة حيث اعتبر الطاقم الطبي حالته الصحية بالجد حرجة. تندد الحكومة المغربية بقوة بهذا الانتهاك والمس المباشر والغير المقبول لحياة المواطنين المدنيين المغاربة من طرف الجيش الجزائري، كما تشجب هذا التصرف الغير المسؤول والذي ينضاف إلى الأفعال المستفزة الأخرى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة على مستوى الشريط الحدودي. وتدين المملكة المغربية هذا التصرف الغير المبرر والذي ينتهك أبسط قواعد حسن الجوار ويتناقض والأواصر التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين. وزير الداخلية اعتبر أن الحادث يمثل تصعيدا غير مسبوق، واستند إلى صورة المواطن المغربي الذي تعرض لطلقات نارية في الوجه أصابت عينه وأنفه بشكل مباشر. تم استهداف أنف ووجه المواطن كما ترون في الصورة، مما يعني أن إطلاق العيار الناري كان بنية القتل، وليست المرة الأولى التي يقع فيها حادث من هذا النوع، حيث سبق أن وقع حادث إطلاق عيارات نارية في 17 من فبراير الماضي، عيارات استهدفت مركزا حدوديا مغربيا، ولحسن الحظ لم يخلق الحادث ضحايا آنذاك. وبالنظر إلى هذا الحادث الذي يعتبره المغرب لا يخدم سياسة حسن الجوار، قررت الحكومة الرد بحزم وبقوة، واختار المجتمع الدولي باستفزازات الجيش الجزائري. قد قمنا كوزارة الخارجية قمنا باستدعاء السفير الجزائري بالرباط لإبلاغه احتجاجنا الشديد، وشجبنا كذلك لهذا السلوك الذي نعتبره سلوكا غير مسؤول بين أشقاء، والذي في الواقع استهدف حياة مواطن أو مواطنين مغاربة عزال. الحكومة المغربية أعلنت أيضا من خلال هذه الندوة الصحفية مطالبة الحكومة الجزائرية تحمل مسؤولياتها طبقا لقواعد القانون الدولي وموافاة السلطات المغربية بملابسات هذا الحادث.